بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد. معكم أخوكم حميد الشتي بإسماعيل. اليوم التاريخ 15/6/2024، اليوم يوم السبت. موضوعنا اليوم راح يكون صحي. اليوم راح نتكلم عن عشبة المورينجا، العشبة المعجزة. السؤال الأول: ما هي المورينجا؟ السؤال الثاني: ما فوائد المورينجا؟ السؤال الثالث: طريقة الاستعمال أو الاستخدام. الجواب على السؤال الأول: ما هي المورينجا؟ المورينجا تعتبر من الأغذية الخارقة. المورينجا أو المعروف بالأوليفيرا هو نبات موطنه شمال الهند، ويمكن أن ينمو أيضا في أماكن استوائية وشبه استوائية أخرى مثل آسيا وأفريقيا. استخدم الطب الشعبي أوراق هذا النبات وأزهاره وبذوره وجذوره لقرون طويلة للعلاج من أمراض كثيرة. السؤال الثاني: ما فوائد المورينجا؟ تحتوي أوراق المورينجا على بروتين، ألياف غذائية اللي هو بلشتوف، كالسيوم، حديد، زنك، مغنيسيوم، نحاس، فيتامين A، مضادات الأكسدة، بوتاسيوم. وأيضا تحتوي المورينجا على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، وتحتوي أوراقها على 7 أضعاف فيتامين C من البرتقال و15 مرة أكثر من البوتاسيوم في الموز، كما أنها تحتوي على الكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية التي تساعد جسمك على الشفاء وبناء العضلات. والمورينجا مليئة بمضادات الأكسدة والمواد التي يمكن أن تحمي الخلايا من التلف، وقد تعزز جهاز المناعة لديك أيضا المورينجا يعالج أمراض كثيرة، منها يعالج البروستاتا، يعالج ضغط الدم، علاج لالتهاب المسالك، منظم للسكر في الدم، يحسن صحة البشرة، مضاد للاكتئاب، يقوي جهاز المناعة، يخفف التجاعيد، مضاد للأورام، مزيل للسموم الجسم، علاج للأمساك، يقوي الذهن، يساعد على الهضم، أيضا يعتبر كمنشط جنسي ورفع الطاقة الجنسية. طريقة الاستخدام أو الاستعمال: خذ ملعقة صغيرة من مسحوق المورينجا، هذا هو مسحوق المورينجا مثل بودرة، هذا هو، أو شكله كأنه حنة. تاخذ ملعقة من المورينجا وضعه تحت اللسان، ثم اشرب كمية من الماء. هذا هو المورينجا. طبعا يجيك أعشاب ويجيك أيضا كبسول، هذا مطحون سهل الاستخدام. هذا هو المورينجا. طبعا أنا طريقتي أستخدمه مع العسل واليوغورت اللي هو الروب أو الزبادي، أخلطهم مع بعض مع المورينجا، ملعقة من المورينجا أخلطه في اليوغورت هكذا. طريقة سهلة أعزائي المتابعين. هذا اليوغورت. أيضا معلومة هامة جدا للنساء: لا تستخدمي المورينجا إذا كنت حامل أو مرضعة. استشيري طبيبك أو الدكتور قبل تناول المورينجا. أخيرا نقول تحياتي، ونتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية. مع السلامة.